يسعد لي أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وروتين جديد من روتينات شهر رمضان المبارك. بالنسبة لأكلتنا لليوم رح تكون هي اليبرق. طبعا اليبرق من الأكلات الطيبة يعني كتير محبوبة بشهر رمضان، وهي طبعا من الأكلات المميزة بالأعياد بكل مناسبة. بالنسبة لليبرق أنا كنت لففته قبل فترة وحطيته بالفريزر مثل ما شايفين. هلأ طلعته، طبعا فيكن تطلعوه فورا على الطبخ، فيكن تتركوه لحتى يحل. هلا بالنسبة لي أنا لأنه ماني مربطته حطيته لحتى حل، بعدين بلشت هيك أرصه بالطنجرة. بالنسبة للتربيط بسهل عليكم كتير، إنه لما رح تطبخوه كتير بيكون موضوعه سهل، بس بتحطوه هيك وفيكن تحطوا لحمة تحته، فيكن تحطوا عظم، أي شي متوفر عندكم ما في أي مشكلة. هلا هون بلشت أحط توم كمان، بتعرفوا اليبرق كتير بده توم، ما بجيب نكهته غير التوم. هلا هيك بعد ما صفيته حطيت شوية دهنة ناعمة على الوش. طبعا أنا أولادي عندي مشكلة معهم إنه ما بياكلوا يعني الدهنة خشنة، ما بحبوها، لهيك بحطها ناعمة، هي نفس الطعمة. أنا بحمضه من الأرض. اكتبولي بالتعليقات انتو كيف طريقتكم بطبخ اليبرق. أنا بالنسبة لإلي هيك بعمله، ما بحط معه أي إضافات تانية. رح أحط عليه هلأ المي وأتركه على نار حامية. بعدين آخر ساعتين 3 ممكن إنه أهدي النار، لأنه بتعرفوا اليبرق بياخد من 6 ل7 ساعات طبخ حسب نوعية الورق. وحتى لو نوعية الورق كويسة رح ياخد طبخ يعني فترة كتير زمنية. هلأ لوقت ما يستوي عندي اليبرق رح أحضر نوع من أنواع المقبلات. أنا بالنسبة لإلي يعني بنص شهر رمضان وورا هيك ما بعد بعمل كتير مقبلات، لأنه واحد يعني هيك بتبرد همته، وبنفس الآن يعني المقبلات كتير عم تخلي الأكل يعني ما يخلص، يعني الأولاد بيميلوا على المقبلات بيتركوا الأكل يعني. لهيك قررت إنه ما أعمل لهم كتير شغلات. هلا اليوم رح أعمل التبولة التركية الكسر. هلا هون حطيت كاسة برغل، حطيت عليها كاسة مي سخنة، وحطيت عليها الملح والبهارات يلي رح نستخدمها، هي الكمون والفليفلة والنعناع المجفف. طبعا حسب الكمية بتحطوا البهارات، بتحطوا الملح، يعني حسب الكمية اللي رح تعملوها. أنا بالنسبة لي رح أعمل هاي الكاسة يعني، ورح تطلع كتير كميتها منيحة. هلا هيك حطيته، رح أتركهم على جنب لوقت ما أجهز الخضار. طبعا الخضار عندي هون البصل، وحدة بفرمها مع الخضار، وحدة بحطها لحتى أقليها بالزيت الحلو، زيت الزيتون يعني. هلا هيك فرمت وحدة وحدة تركتها هون لحتى هلا رح اقليها بالزيت مع الدبس فليفلة وباقي المكونات يلي رح تنحط مع التبولة. بالنسبة للتبولة التركية كتير طبق كتير يعني لذيذ، بتشبه التشيك كفتة، بس هون بطريقة يعني انه مبسطة، بتكون الخضار كلها مع بعضها وهيك يعني، وسهلة الأكل سهل التقديم. هلا هون بلشت أفرم الخس. طبعا الخضار يلي رح استخدمها هي الخس والبقدونس النعنع. فيكن تستخدموا البصل الأخضر إذا كان متوفر أو بتحبوه. أنا بالنسبة لي حطيت البصل العادي، وبندورة، خيار، أي شي متوفر عندكم من أنواع الخضار فيكن تضيفوه. الفرم بيكون بهذا الشكل، ما رح يكون يعني كتير ناعم أو كتير خشن، ما تتقيدوا كتير. بالنسبة لكمية الخضار إذا بتحبوا تكتروها أكتر ما في أي مشكلة، طيبة كتير، لأنه هي طيبة بتكون الخضار قليلة أو تكون كتيرة ما في أي مشكلة، لأنه الخضار رح تدبل. إذا كنتوا أول مرة عم تشوفوني بالقناة يا ريت تشتركوا بالقناة وتدعموني باللايك، وتشاركوا الفيديوهات بين أصدقائكم حتى عائلتنا تكبر، ولحتى يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من الناس. هلا هون مثل ما شايفين الخضار كلها أنا مغسلتها، ويعني النعناع مقطف ومنظف كله ومغسولة بالخل، لحتى ما يكون الفيديو كتير طويل وتملوا منه. لهيك لحتى أوفر وقت وجهد غسلتهم وبلشت بس أفرمهم. أكيد طريقة الفرم كل الناس بتعرف هي طريقة الفرم كيف بتكون، بس يعني لحتى أنتوا تستفادوا. في بنوتات ما بيعرفوا هاي الأكلات، طبعا هاي الأكلة تركية، أنا لما كنت بسوريا ما كنت أعرفها، بس هون لما صاروا يسكبولي جيراني منها يعني كتير حبيتها، ودخلت على اليوتيوب وتعلمت طريقتها.
حتى أولادي بيحبوا هاي الأكلات كتير، يعني أنا أولادي تقريبا نباتيين يعني بيحبوا هاي الأكلات. هلأ هون رح أقلي البصلة مع الدبس فليفلة ودبس البندورة ودبس الرمان. هلا هون حطيت زيت زيتون، حصرا زيت زيتون، ما بصير تستخدموا زيت نباتي. بس دبلت عندي البصلة بنزل عليها معلقة من الدبس البندورة ومعلقة من الدبس فليفلة. هلا بالنسبة للدبس فليفلة والدبس البندورة فيكم تضيفوها فورا على خليط البرغل، بس يفضل انه تنحطهم تتقلب تعطي نكهة اطيب. هلا هيك رح اتركهم شوي لحتى يتقلوا ياخدوا نكهة التحميص. رح احط عليهم شوي دبس رمان، تقريبا معلقتين دبس الرمان. طبعا دبس الرمان اختياري، فيكم تضيفوه فيكم ما تضيفوه، بس انا حطيته لحتى اولادي ما يجيبوا العلبة على السفرة، لانه كتير بحبوا الدبس الرمان مع الاكل. طبعا بالنسبة للملح البهارات التانية هي محطوطة مع البرغل، واذا شفناها ناقصة شي نرجع بنضيف عليها. هلا هيك صارت جاهزة عندي، رح نزلها على البرغل وبلش خلطة كتير منيح. هلا هيك رح خلطها شوي شوي، بعدين رح بلش اعجنها بايدي لانه ما رح يمشي الحال. حصرا اكلات الكباب البرغل العجين اذا ما استخدمنا ايدنا ما بيمشي الحال. طمنوني عنكم انتو كيفكن، كيف ايامكن، كيف تجهيزاتكن للعيد؟ بلشتوا تعملوا حلويات العيد ولا لسه؟ هلا هيك خلطتها بهذا الشكل، بس لحتى تصير هيك يعني شوي متماسكة. طبعا هو البرغل هذا ناعم وفورا بتتماسك، مثل ما شايفين هيك صارت جاهزة. هلا رح اضيفها فوق الخضار وخلطة كمان، بما انه انا خلطت بايدي رح كمل تخليط كل المراحل بايدي. رح احط عليها كاسة ليمون معصور. طبعا فيكم تضيفوا ملح الليمون، بس الليمون بيعطيها نكهة اطيب. وهيك من خلطة كتير منيح بتكون جاهزة معنا. مثل ما شايفين طريقتها كتير سهلة، وعن جد نوع من انواع المقبلات يعني كتير لذيذة وكتير بتزين السفرة برمضان. هلا هيك عم حطها اسكبها بصحن التقديم. فيكن تزينوها بأي خضار موجودة عندكن، بس أنا اليوم كان متوفر عندي الخس أكتر شي، وهو أكتر شي بيلبق معه، يعني أكتر شي بيتاكل معه هو الخس. وهلأ هيك صارت جاهزة، زينتها بباقي الخس يلي متوفرة عندي. مثل ما بتعرفوا هاي الأكلة كتير طيبة، وكتير الخس كتير بيطلع طيب معه، وإذا في مخلل كمان عندكم بيطلع كمان طيب. بالنسبة للزينة فيكن تزينوها بأي نوع خضار متوفر عندكن، أي شي انتو بتحبوه. شوفوا هيك شكلها طلع الشكل النهائي. هلا هون جابلي السوس. انا بفضي السوس وبحطه بالبراد لحتى ياخد برودة، اذا ما كان عندي تلج يعني مجهز قبل. بتعرفوا هلا الجو لسه بارد، يعني انا ما عم حط معه يعني تلج كتير من دون شي، يعني الاولاد عم يضلوا مرضانين، لهيك ما رح اعمله بارد كتير. بالنسبة لإلي بعمل السوس بالبيت، بس احيانا بيجيب لي اياه جاهز لانه ما يعني ما كتير بيعجبن شغل البيت. هلا هون اليبرق صار جاهز عندي بعد ما تقريبا أكل وقت 7 ساعات على النار. مثل ما شايفين منظره بشهي وكتير مستوي. هلا هون عم جهز صحن لجيراني، عم بسكب لهم هيك صحن صغير عن روح الرسول، يعني حرام شموا الريحة، ويعني هن جايين من مرعش.
أنا حبيتهم كتير، جماعة محترمين، يعني هن بيسكبولي وأنا بسكبلن، يعني الود حلو إنه واحد يطلع هيك صحن أكل على روح الرسول برمضان. هلا هيك تحضيرات السفرة صارت جاهزة. بالنسبة لليوم شفت مثل شايفين ما في كتير أكل، ما في كتير مقبلات، يعني هيك السفرة، يعني هو بشكل عام اليبرق ما بيروح معه أي أكلات. والله هيك سكبت اليبرق لحتى يضل محافظ على سخونته، سكبته بهذا الشكل، وهذا الشكل النهائي لسفرتنا لليوم. الله يتقبل صيامنا يا رب وصيامكم، وصحة وعافية على قلب الجميع. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. اذا حبيتوا دعموني بلايك واشتراك بالقناة لحتى استمر وانزل معكم روتينات جديدة وفيديوهات جديدة. طبعا هون بقيان على الاذان تقريبا 3 دقايق، بس اليوم ولادي ما باركوا لحتى اصور واخلص. وبعد ما عملت لميت السفرة وجليت الجليات وكله، هلا هون بلشت اعمل فنجان قهوة له لجوزي. يعني أنا بالنسبة لإلي بشرب قهوة فورا بعد الإفطار، أما الشاي يعني هذا أمر تاني، يعني ما كتير بنسأل عليه. أهم شي هو فنجان القهوة. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو وهذا الروتين. بشوفكم فيديوهات جديدة وروتينات جديدة. سلام.